السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل ايه النهاردة بقى؟ هعمل معاكم حواوشي. يلا نشوف مقاديره ونبتدي. المقادير بالظبط: عندي هنا نص كيلو لحمة، ده نص كيلو لحمة. عندي هنا بصلاية كبيرة كمان، وعندي ملح وفلفل، وعندي بهارات حواوشي كمان. وبس كده، دي تبقى المقادير بتاعتي. انا مش بحب استخدم في الحواوشي لا طماطم ولا فلفل ولا حاجه من دي، هو البصل والتوابل واللحمه وبس كده. يلا بقى هبدا معاكم بالمقادير بتاعتي. عندي اللحمه، عندي بصلايه كده تمام. رشه فلفل اسود، رشه كزبره ناشفه، توابل حواوشي، مش هكتر عشان من ريحتها شكلها حراقه. ملح بقى، هحط كمان رشه بسيطه كده من جوز الطيب. دي جوز الطيب بودره حلوه قوي، جيبها من عند العطار. وبس كده بقى، هعجن الخلطه دي كلها مع بعضها كده. هخلي البصل والبهارات وكل حاجه تدخل مع اللحمه كده تمام. الريحه بقى يا جماعه ما اقولكش عليها، تحفه تحفه بجد. انا زي ما بقول لكم مش بحب احط لا طماطم ولا فلفل اخضر ولا حاجه من دي. بحب الحواوشي كده والبصلايه يعني مش باينه فيه قد كده، عشان ايه كمان ما يبقاش ان احنا بناكل حواوشي كله بصل. لا، لازم برضو فيه اللحمه، قطع اللحمه كده تبقى باينه، وطعم اللحمه يبقى باين عندنا. انا بعمل الحواوشي بتاعي على النار. انا جايبه عيش ابيض برده نص سوا. بروح للفرن وبقول له عايزه عيش للحواوشي نص سوا. فانتوا لو هتعملوا حواوشي بتقولوا للفرن، بتروحوا له وتقولوا له احنا عايزين عيش للحواوشي نص سوا، فبيطلع لكم العيش ابيض. انتوا بقى بتكملوا السوا بتاعه على النار. انا بعمله على طاسه، اهم حاجه طاسه مش بتلزق، تيفال او سيراميك او جرانيت زي ما يكون عندكم، بس اهم حاجه الطاسه ما تكونش بتلزق. عفوا. هفضل بقى اعجن في اللحمه كده لغايه اما كلها تبقى عندي حته واحده كده. هتبقى عندي كده اللحمه كلها شربت ببعض. هحتاج بقى اغير الجوانتي ده عشان الجوانتي ده مقطع. دي كميه اللحمه. اهم حاجه دخلت اللحمه والبصله في بعض كده مع التوابل، بقت كلها حته واحده عندي تمام. نص كيلو ده ما شاء الله يعمل لكم كذا رغيف، لان نص كيلو لحمه حلو قوي. لو عدد الاسره اكتر عادي بتزودوا عادي. ده بقى منظر العيش بتاعي. العيش ابيض خالص ازاي،
انتوا هتحسوا ان هو عيش شامي، بس هو مش عيش شامي، هو عيش برده بس نص سوا طبعا، فبيطلع لك نص سوا عشان تكملي انت سوا على النار. فاهو عيش ده كده. فجبت كيسين عيش، الرغيف ب2 جنيه، فالخمسة ب10، فجبت كيسين طبعا. وهشوف اللحمة تاخد عندي قد ايه على حسب ما اللحمة تاخد عندي. فبس كده هفتح بقى العيش واوريكم هفتح العيش ازاي، والبس كوانتي تاني علشان اوريكم بقى وانا بحشي العيش. اوريكم بقى بفتح العيش ازاي. انا بجيب العيش كده الرغيف كده بفتحه بس كده، انا عايزة كده مش اكتر. تمام، هوريكم واحد كمان. عندي العيش اهو، بفتح حتة كده صغننة، وهو عادي بقى بيمشي معاك وبيكمل اهو، مش محتاجين اكتر من كده. كده كمان اكتر، يعني احنا عايزينه حته صغيره عن كده. اوريك واحد كمان يظبط معايا. تمام اهو كده. وبتكملوا بقى فتح العيش من هنا كده اهو بالشكل ده. هفتح بقى انا بقيه العيش وهوريكم. وفتحته كله بالشكل ده. انا مش هفتح العيش كله اللي انا جايباه، انا هفتح بس على القد واشوف انا محتاجه قد ايه منه. ولو عندي لحمه كمان وكده اكمل كمان، افتح عيش واكمل بيه. يلا بقى هوريكم كده وانا بحشي كده. هبعد ده عني كده، اوسع لنفسي واحط الطبق كده. هوزع بقى اللحمه في الرغيف كله. برضو ما تخلوش حته فاضيه، لان كده كده الرغيف اللحمه اللي جواها هتخش. بوزع وبتكها بقى هنا كده، بحيث اللحمه كلها اللي عندي تبقى ايه، تيجي في الرغيف كله يعني. انا هنا عامله قطعه اللحمه برضو نص صغيره، هقلل واشوف لو عوزت تاني هحط، هكمل كده. المهم ان انا ما اخليش حته عندي فاضيه. انا احتجت برضو اهو في الجناب بياخد كده. اكمل واللي اخلصه احطه عندي في الطبق هنا. تمام. التتبيله ريحتها حلوه قوي. هنا لو لقيت حته عايزه فتح اوسع لنفسي هوسع لنفسي. هنا برضو هياخد بالشكل ده كده. هكمل بقى انا كده هكمل كده الكميه اللي عندي كلها واوريكم بعد ما كملت. المهم الحتت الفاضيه دي بس في الجناب كده ما تنسوش تملوها. هكمل بقى انا كده الكميه اللي عندي كلها واوريها لكم واشوف الكميه عندي عملت كام رغيف. تمام كده بقى خلصت كميه اللحمه اللي عندي الطبق في دي. تمام هوريكم بقى عمل عندي كام رغيف. بصوا بقى اللي يعني الرغيف اللحمه مليانه ازاي. على فكره ممكن يعمل اكتر من كده، بس انا ماليه رغيف لحمه، حتى الرغيف تقيل في ايدي عشان برضو اللحمه تبقى باينه، مش انك بتاكلي عيش وبس. هنشوف بقى بسم الله الرحمن الرحيم عمل كام واحد. 1 2 3 4 5 6 7 8 والرغيف كبير مش صغير كمان 8. واللحمه زي ما انتم شايفين مليانه في الرغيف كده. هعمله بقى على النار قدامكم دلوقتي وهتشوفوا الطريقه اللي انا بعمل بيها الحواوشي. اهم حاجه بقى عندنا هنا يا جماعه طاسه مش بتلزق خالص. تمام حته بقى سمنه صغننه كده. اللي هي تسيح بقى كده، اهم حاجه براحتها.
صغننين عشان ما تتحرقش بس. ونحط طبعا الحواوشي كل مثلا ما نحتاج سمنة او زيت هنزود شوية. حطه بقى على وشه كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام. لغاية بقى ما يتحمص واللحمة تستوي يبقى زي الفل عندنا كده. مش هقلبه خالص الا لما يتحمر على الوش التاني. تمام. وكده لما قلبته اليمة التانية برضو. تمام. نشوفه بقى من تحت بقى عامل ازاي كده. لو عندي الطاسة نقصت ولا حاجة بزود حتة زبدة كده. ما تقلقوش من البخار اللي بيطلع ده عشان السمنة يا جماعة. هنا عندي السمنة عشان بلدي بس هو كده ايه. هطلعه دلوقتي وامسح بقى الطاسة عندي كده من زيت بس اوعى تتلسعوا. بس اهم حاجة هنضفها بالشكل ده كده واوريها لكم. بصوا كمية الدهون اللي بتطلع منها. كل ما تغير لون اعملوا الحركة دي. تمام. حبة زيت الاول صغننين والسمنة على طول بقى قبل ما تتحرق كده. تمام. هنزل بقى بالرغيف كده وهسيبه برضو لما يتحمر وهقلبه على الوش التاني. هكمل بقى انا الكمية كلها على بعضها واوريكم بعد ما طلعته ويبقى لونه عامل ازاي. وبس كده بقى بعد ما طلعت الحواوشي بجد يا جماعة ريحته تحفة. ريحته حلوة قوي. وعملت سلطة طحينة وعملت سلطة رنشوط ومخلل. سلطة الطحينة بتاعتي انا عملتها طحينة خام وليمون وتوم. فص توم بس صغير كده او فصين صغيرين وخل وليمون وملح وشوية كمون وبخففهم بشوية مية دافية بس كده. ودي طريقة الطحينة عندي. وعملت بقى سلطة رانشوت كده وظبطتها. وبس كده. لو عجبكم بقى الفيديو لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بقى لايك وشير وتشتركوا في القناة فضلا وليس امرا عشان عيلتي تكبر بيكم. وجربوا الطريقة دي بجد مش هتندموا. واللي هيجرب الطريقة دي وعجبته يكتب لي في الكومنتات وهرد عليه ان شاء الله. وبس كده. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسيبكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.